حطت بعثة المنتخب المغربي صباح يوم السبت الرحال بمدينة ندولا استعدادا لملاقاة زامبيا برسم الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. وغادر أسود الأطلس أرض الوطن مساء الجمعة مباشرة بعد الانتصار الكبير على منتخب النيجر 0-5 بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في مباراة ضمنت للمنتخب المغربي بطاقة التأهل رسميا إلى المونديال. ويواصل الطاقم التقني بقيادة وليد الركراكي التحضير للمواجهة المقبلة التي تمثل فرصة لمواصلة سلسلة الانتصارات في التصفيات الإفريقية، إضافة إلى اختبار بعض الخيارات الفنية قبل خوض غمار كأس إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمملكة. ومن المرتقب أن تقام مباراة المغرب أمام زامبيا يوم الاثنين المقبل انطلاقا من الساعة 2 زوالا بتوقيت غرينتش.